بعد تثبيت الفقرات، الراحه الزياده او الحركه الغلط ممكن يبوظوا مفصل الحوض ويسببوا الم مستمر، واحيانا الالم ده بيكون شديد جدا، واحيانا كمان بيكون اقوى من الالم اللي كان موجود قبل العمليه. انا دكتور حسام الدين مصطفى، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه طب القصر العيني. بعد عمليات تثبيت الفقرات القطنيه، الحركه مهمه جدا، بس الاهم من الحركه ان احنا نتحرك صح. لازم نقوي عضلات الظهر والبطن بالتدريج عشان الحمل ما يكونش زياده ويحمل على مفصل الحوض، وكمان نهتم بعضلات الحوض ومنطقه الجلوتس لان ضعفهم بيزود الضغط على المفصل الحوض او المفصل الحرقفي. مهم جدا كمان نتعلم ازاي نقوم من السرير، واننا ننحني بطريقه امنه، ونتحرك من غير ما نحط تحميل في الحركه على الحوض زياده. وفي نفس الوقت بلاش الراحه زياده لانها بتضعف العضلات وبتزود التهبس. والمشي التدريجي هو من اهم خطوات التعافي. وكمان لازم نهتم بمرونه مفصل الحوض مش الظهر بس. وطبعا في اول شهور بعد العمليه لازم نبعد عن شويه حاجات. رقم 1 اللف المفاجئ، الانحناء العنيف، نشيل اوزان تقيله او اننا نفرد ظهرنا بزياده. ودور العلاج الطبيعي في المرحله دي مهم جدا، لان التاهيل في جراحات العمود الفقري مش مجرد مسكنات وتمارين، ده اعاده تاهيل واعاده توزيع الحمل على الجسم بشكل مظبوط علشان تحمي ظهرك ومفصل الحوض مع بعض. ولو عندك اي اسئله او استفسارات ابعتوا لنا رسائل او تقدروا تشرفونا بالزياره في العياده.